اهلا بيكم حبايبي، فيديو جديد. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض وصفه سهله قوي قوي. هنعمل صينيه كده سردين في الفرن، ومعاها كمان شويه بتنجان مخلل. وصفه سهله وسريعه، مش هتاخد مننا وقت. انا عارفه ان احنا خلاص داخلين على العيد، كل سنه وانتم طيبين، فحبيت اعمل حاجه سريعه ما تاخدش مننا وقت. هنمشي مع بعض خطوه بخطوه لحد ما نطلع الاطباق بالشكل ده. اول حاجه عندي، انا جبت حوالي كيلو ونص من السردين. طبعا بجيبه يكون ماسك نفسه، ما هوش مهري معايا، وفتحته ونضفته بالشكل ده. هنعمل بقى التتبيله بتاعته، عباره عن ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه وزعتر. هحط عندي فنجان من الخل، عندي فصين من الثوم، ودي الخلطة اللي انا هتبل بيها السردين. همسك واحدة واحدة وابدأ ان انا اتبلها من جوه بالشكل دوت. لحد ما هخلص الكمية كلها بالشكل ده. جبت بقى عندي هنا اي صينية او بايركس عندك، حطيت فيه عبارة عن بصل وطماطم، جزر، فلفل الوان وفلفل رومي. وهبدأ ان انا ارص السردين بأي طريقة بقى تعجبك. رصيت كل الكمية بتاعت السردين، وهحط عليها من فوق بقية التتبيلة اللي احنا كنا عاملينها. وهرجع احط تاني البصل والطماطم والجزر والفلفل الالوان والفلفل الرومي. عايزة تحطي قرن شطة معاه يبقى سبايسي شوية، براحتك. هحط عندي شرايح من الليمون وشوية زيت، وهحط كمان بس عليها شوية مية صغيرين، وهدخلها الفرن. هتقعد 25 دقيقة على درجة حرارة 200. مفيش أسرع من كده. هنجيب بقى البتنجان. أنا جبت البتنجان قليته وفتحته من الجنب كده، وعملت معاهم كمان قرنين شطة. وبشيل بقى الراس اللي هي بتاعت البتنجان، وهنعمل لها خلطة سريعة برضو. هحط عندي شوية ملح، كمون، شوية فلفل، وعندي خل، وعندي توم وطماطم وبصل، وكمان حطيت شوية بقدونس وفلفل طبعا شطة. هبدأ أحشي بقى واحدة واحدة بالطريقة ديت. وصفتين اسهل من بعض، ما فيش فيهم وقت خالص. انا عارفه ان كلنا مشغولين دلوقتي وقت العيد، فاخترت حاجه تكون سهله قوي نخلصها على طول. ادي البتنجان خلصته، طلعت صينيه السردين من الفرن، ما خدتش مننا وقت. الوصفتين سهلين، وكان الاكل جاهز بالشكل دوت. اتمنى يا رب الوصفات تعجبكم، والحمد لله نكون كده يعني خلاص بنختم الصيام. اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات جديدة على قناة نانا شانل. باي باي.